السلام عليكم. انا محتاج احكي حكايتي من الاول، يمكن حد يفهمني ويدلني اعمل ايه. انا خطبت بنت يتيمة ابوها متوفي من وهي صغيرة جدا وعايشة مع مامتها، بس البنت محترمة جدا جدا وطيبة وملهاش في الدنيا غير امها وانا. لما دخلت حياتهم كنت ناوي خير بقى وبنية جواز واستقرار. من فترة كده بدأت الاحظ حاجات غريبة على امها كل شوية تسافر وترجع وتروح وتيجي، مرة تقول زيارة لقرايبهم، مرة تقول تعبانة ورايحة تكشف، مرة تقول عندها مشوار مهم. الموضوع اتكرر كتير جدا وبدأ يدخل كده جوايا قلق، بس كنت ساكت ومش حابب اتدخل في حاجة ما تخصنيش. بعد فترة خطيبتي خدتني على جنب كده وكانت متوترة جدا ووشها متغير، وقالت لي كلام صدمني جدا. قالت لي ان امها متجوزة ابن عمها عرفي، وهو بقى مش من نفس البلد بس من بلد تانية ومتجوز واحدة تانية، فهو قاسم الايام ما بين امها وما بين مراته التانية. وقالت لي اوعى تقول لحد، امي لو عرفت ان انا عرفتك الموضوع ده هتحصل مصيبة كبيرة جدا، ولو حد عرف اصلا هتبقى مشكلة كبيرة برضو، لان عمامي لو عرف ان امي متجوزة هياخدوني منها، وانا وامي ملناش غير بعض. انا ساعتها بقى اتخنقت جدا واتضايقت قوي، مش من البنت لا، من الوضع كله. انا راجل دخلت بيتهم واكلنا عيش وملح مع بعض، ازاي يخبوا عليا حاجه زي كده؟ وموضوع كبير زي ده ما يتخباش عني ولا عن اهلي. وانا كل شويه اسالها طب ليه ماما ما تكلمنيش، ليه ما تقولناش الموضوع، ليه مش واخده خطوه رسميه، ليه كل حاجه في السر؟ قالت لي امي خايفه جدا من ان عمامي يعرفوا، وخايفه من اهلها، وخايفه تخسرنا لان كمان اهلها ما يعرفوش الموضوع ده. وبعدها بكام يوم قالت لي حاجه صدمتني جدا برضه. قالت لي ان امها حامل. حماتي ولا مرة لمحت بحاجة ولا قالت اي كلمة عن الموضوع ده، ولا حتى حسستني ان انا من العيلة وقالت لي حاجة زي كده. موضوع زي كده مهم جدا لازم اعرفه. انا مش عايز اسيب البنت لانها ملهاش اي ذنب في حاجة، ولا اختارت وضع امها ده، ولا ليها اي يد في اللي بيحصل. بالعكس دي اكتر واحدة متأذية نفسيا من الموضوع. انا مش عارف اعمل ايه، انا حاسس ان في حاجة مستخبية، وخايف لو قلت لاهلي اعمل مشكلة كبيرة، وخايف الموضوع يكبر ويوصل لعمامها وساعتها البنت ممكن تضيع مني. انا تايه، انا مش عارف ايه الصح وايه الغلط، وفي نفس الوقت برضو مش قادر اسكت. هل افسخ الخطوبة لحد ما الام تحل وضعها ده، ولا اكلم حد كبير حكيم يتدخل بالعقل، ولا امشي وخلاص وانقذ نفسي من دوامة ملهاش اخر؟ بجد الموضوع ده خانقني جدا، وانا مش طالب غير راحة بالي، ولا عايز اظلم حد ولا اتظلم، ولا ابقى سبب في خراب بيت، ولا سبب في وجع بنت ملهاش اي ذنب في اي حاجة. ياريت بس حد يقولي اعمل ايه. انا حاسس ان الموضوع كده في حاجة مش مظبوطة ومش مرتاح بصراحة. ايه الغلط وايه الصح؟ حد يفهمني وحد يقولي، لان دماغي مش مبطلة تفكير وقلبي مش مطمن. فعايزكم تنصحوني اعمل ايه عشان ما ندمش طول عمري. اللي ام خطيبتك بتعمله ده في نطاق حياتها الشخصية هي، وطالما الجواز شرعي ومفيش حاجة حرام فده موضوع يخصها لوحدها، ما يخصكش انت في شيء، ومش مطلوب منك ان انت تحاسبها. انت اللي يهمك في الاخر اخلاق البنت وتربيتها واصلها الطيب وطريقتها معاك وتصرفاتها ايه، وهل هي عندها القدرة انها تبني بيت محترم معاك ولا لا. البنت بصراحة ملهاش ذنب في اي حاجة، وطالما امها مش ماشيه في طريق غلط يبقى مفيش سبب يخليك تقلب حياتك كده تبقى حياتك كلها قلق وخوف، ولا تحط نفسك في صراع معاهم، لان انت مش طرف في الموضوع. لو شايف البنت كويسه ومطمن لها كمل معاها وانت مطمن، وخليك بعيد عن اي تفاصيل ملهاش اي تأثير مباشر على جوازك، وبلاش تتدخل في حاجه ما تخصكش. مستني اعرف رايكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في مشكله جديده. سلام عليكم.